السلام عليكم متابعينا ومتابعين قناة قلعة التقنيات. رجعنا لكم بشرح بعد انقطاع. الشرح هذا راح يكون عن تحديث هونيستا V10. خلاصة التحديث هذا انه حدثوا قاعدة البيانات او اعدادات المطورين. اول شي بالتحديث نزلت لكم قناتنا على التليجرام اسمها قناة قلعة التقنيات، ملفات باك اب وملفات اعدادات مطورين. اول شي شلون نسوي اعدادات النسخ الاحتياطي او الباك اب. نضغط هنا على اعدادات النسخ الاحتياطي، هذا الخيار، بعدها استعادة النسخة الاحتياطية، راح يحولك للملفات. على التنزيلات تروح لهونيستا باك اب، تضغط الملف اللي نشرناه، تضغط نعم، تمت استعادة ملف النسخ الاحتياطي بنجاح. أعد تشغيل التطبيق. أما إعدادات المطورين، ملف إعدادات المطورين شلون نجيب ملف إعدادات المطورين؟ كذلك ناشر لكم على التليجرام شلون نركب هذا الملف. أول خيار إصلاح الأخطاء، بعدها استبدال إعدادات الخادم، بعدها تضغط هنا على كلمة هونيستا اللي فوق، بعدها ديف اوبشن اكسبورت. هنا انا نشرت لكم بالتليجرام 3 ملفات. هذا الاول ملف مثل ما جاي تشوفونه، هذا يشغل لكم الريلز. اول ما ترفعه ستوري راح يشتغل عندك 15 ثانية، لكن اذا فعلت هذا الملف او ركبت هذا الملف راح يشتغل كامل، لكن من دون ريلز ايفون، يعني من دون حواف ايفون، حواف مستطيلة عادية. نركب اي ملف، اما البقية لا، مال ايفون. هل تريد استعادة ملف اعدادات خادم بالاسم التالي؟ نعم. اعد تشغيل التطبيق، ننتظر على ما يفتح. اما الان نروح على طلعنا من المنشور هذا تعبان. السمة وواجهة المستخدم، هاي الثيم والوضع الذاكر ما تفيدكم. نوع الرمز التعبيري اللي هو الايموجي. طبعا هو هذا مو رمز تعبيري، ايموجي، لكن المطور من رسل الملفات او خلى الترجمة الكل يترجم. صراحة فكرة فاشلة. المهم نضغط على من وحدة تخزين المحلية، يعني من ملفات الجهاز. وين حافظنا انا ما اعرف. المهم نشوف ان ملف ريدمي، بعده وين حافظ الملف؟ اعتقد هنا. ما موجود هنا. المهم هو لازم يكون بصيغة TTF او OTF. يعني شوف الصيغة مالته، يعني الامتداد، الملف في الخط او الايموجي لازم يكون هاي النهاية مالته نقطة OTF او نقطة TTF. ذاك اليوم او قبل يومين وصلتني مشكلة انه ما يختار خطوط. ليش؟ لان الافندية يختارون ملفات بصيغة GIB. هذا ملف مضغوط، اختار ذني. هذا الاول خطأ، العفو، هذا الاول خطأ، اختار ذني صح. هذا GIB غلط. اختار اي ملف هسه. طبعا راح يرسل التطبيق لان ظلت خارج التطبيق فترة قليلة. نرجع للثيمات، افتراضي. طبعا ما انصحكم تختارون الملف اللي المطور ناشره. الملف هذا بخلل. تشوفون هاي الرقم 17، الارقام مالت الملف مال ايموجي بيها خلل، بيها فراغات كلش كبيرة. فانصحكم ما تختارونها، تختاروا الملف اللي راح نشره لكم بالقناة. اما خط التطبيق شلون ضيره مبينه. خط التطبيق هذا، اختيار خط التطبيق
من وحدة التخزين المحلية. كذلك هنا شلون تختار خطوط، ما تختار واحد وترجع تختار من جديد، لا العفو، تختار واحد، تختار خط واحد. اما خطوط الستوري كذلك راح ارفق لكم بهذا الفيديو خط ايفون للتطبيق. هنا هذا خط التطبيق، تمام، ركزوا. واللي جوا خطوط الاستوريات تضغط عليها. كذلك من وحدة التخزين المحلية اول خيار، ما تختار خط وترجع تختار من جديد، لا، وحدة التخزين الداخلية، اضغط ضغطة مطولة، تحدد اكثر من خط بنفس الوقت، تضغط اختيار. شوف كم خط انضاف عندنا. اما الخيارات السرية، اول ما تحت تطبيق لازم خلوا بالكم، لازم تحذفون التطبيق لا تحذفون. تضغط هنا على هاي الدائرة ريفرش، الخيارات الجديدة اللي انضافت تفعلها كلها، ماكو اي اشكال ولا اكو اي خلل. لكن عندي ملفانة اعدادات النسخ الاحتياطي، استعادة النسخة الاحتياطية، تنزيلات، هونيستا، باك اب، هذا الملف نختاره. الرجاء الانتظار، اعد تشغيل التطبيق. مثل ما تشوفون هسه ندخل هنا على اعدادات، نشوف الخيارات كلها تفعلت، او مو كلها، يعني الخيارات اللي انا مفعلها لكم بالملف. طبعا التحديث راح يجي بعد بس نسخة 64 بت، لأن التحديث 32 صارت أغلب الأجهزة يعني بنسبة 99% كلها 64 بت مو 32، يعني الأجهزة كلها صارت قوية. فهاي 64 مثل ما جاي تشوفون 64. الفرق بالسلاسة أكيد، 32 تكون الأجهزة ضعيفة، فأكيد النسخة راح تكون بها ضعف، لكن 64 لا، سلاسة. البقية سجل التنزيل، سجل النشاط، أدوات، هاي الأدوات الغوها، كلاوات، أدوات. هو شو مخلي ذكاء صناعي، تقدرون تحصلون عليه بأي بوت بالتليجرام أو تطبيق. والميكس ايموجي، موقع موجود بجوجل، واصلا ما تحتاجون كلاوات. ولهنا الشرح يكون خلص، وأتمنى تكونوا استفادتوا من التحديث أو شرح التحديث الفي 10، وإلى اللقاء.